يا صباح الخير، يومكم مليان بالسعادة والتفاؤل وراحة البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. وبما ان رمضان بقى على الابواب، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. ورمضان طبعا يعني حلويات شرقي، واول واكتر واسرع حاجة بنعملها في رمضان هي الكنافة. فايه رأيكم النهاردة نبعد شوية عن الشكل التقليدي للكنافة ونعملها بالاشكال القمر اللي انتم شايفينها دي، علشان تقدميها لاولادك وفي العزومات بشكل جديد كده ومختلف. وعلى فكرة انا واثقة ان الاشكال الصغيرة دي هتعجبهم جدا، يعني هيتعاملوا معاها معاملة السناكس كده بالظبط. والاحلى بقى كمان في الاشكال دي انك تقدري تقدميها بطعم مختلف كله كده في طبق واحد، احلى بقى من انك تعملي الصينية كلها محشية بالكريمة او حتى محشية بالمكسرات. لكن الاشكال دي بقى تقدري تاكليها بالكريمة او حتى بالشوكولاتة او بالمكسرات، او حتى ممكن تاكليها سادة جنب كوباية شاي، لان طعمها كان حلو جدا. والاحلى بقى ان انا هعمل الاشكال دي كلها بادوات موجودة في البيت، يعني مفيش اي افتكاسات خالص. فيلا بقى نشوف الكنافه القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو عايزه افكركم، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هحضر طبقه الكريمه علشان اسيبها تبرد. انا استخدمت كوبايتين من اللبن وعليهم معلقتين كبار بس من السكر، بلاش تزودي السكر علشان طبعا الكنافه بنسقيها سيرب فما يكونش الموضوع اوفر قوي. 4 معالق كبار من النشا، معلقه كبيره مليانه من الباستري كريم اللي هو البودر، بيتجاب من عند مستلزمات الحلويات، وطبعا لو مش متوفر مفيش مشكله. معلقه صغيره من الفانيليا، وفي الاول كده هقلبهم على البارد وبعدين ارفعهم على نار متوسطه مع التقليب المستمر لغايه لما القوام يبدا يتقل ويغلي. وبعد ما الكريمه خلاص توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده وتطفوا النار، ممكن في الاخر بقى تزودوا بعض الاضافات زي مثلا قشطه معلبه او قشطه اللي هي البلدي بتاعت وش اللبن، او حتى معلقه زبده، بس الاضافات دي بتكون في الاخر. وهنا بقى استخدمت نص كيلو من الكنافه. انا بفضل ان انا اجيب الكنافه قبل ما استخدمها بيوم علشان احطها في الفريزر، علشان لما اجي اطلعها وهي مجمده تتكسر معايا بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين كده. اما بقى لو انت لسه جايباها فريش وعايزه تستخدميها، فتقدري ان انت تقطعيها بالمقص او حتى تحطيها في الكبه لغايه بقى لما تنعم معاكم وتكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده هحط على النص كيلو كنافه 4 معالق كبار من السكر البودر، وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا لغايه لما كل الكنافه تتغلف كويس بالسكر البودر. وبالمناسبه السيرب برضو بتاع الكنافه لازم تحضريه من قبل ما تبداي تشتغلي في الكنافه، لان لازم يكون بارد جدا، يعني يكون بدرجه حراره الغرفه مش من التلاجة ابدا. بس علشان انا عملته معاكم كتير قبل كده فما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. هو بيكون عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، معلقه كبيره من العسل الابيض او عسل الجلوكوز، معلقه كبيره من عصير الليمون، وهترفعيه بقى على نار متوسطه يغلي 7 أو 8 دقايق كده، وبعدين تطفي النار وتسيبيه يبرد. هو سيرب الكنافه بيكون تقيل شويه. انا في وصفه الكنافه دي مش هحط عليها السمنه كده من البدايه، هحطها في الاخر. واول شكل هعمله استخدمت فيه السكوب بتاع الايس كريم. لو انت ما عندكيش السكوب ده وعندك المعالق المعياريه تقدري برضو تستخدميها وبتكون حلوه جدا. بصوا بقى في البدايه كده عايزه اقول لكم علشان الاشكال دي تطلع معاكم بجد شكلها ولا احلى، وكمان ما فيهاش ولا غلطه، لان اي طريقه للكنافه فيها تشكيل سبب نجاحها هو الضغط الكويس جدا على الكنافه. يعني مش مجرد انك تحطي الكنافه في السكوب وتضغطي عليها كده علشان تاخد شكل السكوب وبس كده. اولا لازم تخلي سمك الكنافه يكون معقول، يعني ما تبقاش رفيعه ابدا، لان لو رفيعه هتيجي تطلعيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هتلاقيها اتكسرت معاكي. لازم تخلي السمك يكون معقول في الجوانب وفي القاع علشان ما تكونش مسنوده كده على الهواء. واول ما تظبطي بقى السمك بتاع الكنافه لازم جدا وضروري انك تضغطي بشكل كويس جدا لغايه لما الوش بتاعها يكون ناعم جدا واملس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومن السكوب ده او من المعلقه دي تقدري تعملي شكلين. اول شكل اللي هو بيكون فيه تجويف في النص كده علشان نقدر نحشيها الحشوه اللي احنا عايزينها، والشكل التاني انك ما تعمليش فيه تجويف، يعني هتفضلي تحطي في السكوب كنافه لغايه لما يتملى وبعدين تضغطي عليه كويس جدا وهيطلع معاكي بمنتهى السهوله. والشكل التاني اللي انا هعمله بالادوات دي اللي هي بتاعه المعمول برضو بتكون حلوه جدا. بس في الاشكال دي قبل ما احط الكنافه لازم استخدم كيس بلاستيك، لان القوالب اللي انت هتستخدميها لو مش ناعمه زي السكوب مثلا بتاع الايس كريم او المعالق المعياريه دول علشان ناعمين فهتقدري تطلعي منهم الكنافه بسرعه، لكن الاشكال دي علشان فيها تموجات وخطوط من جوه زي ما انتم شايفين كده فلازم جدا وضروري اننا نستخدم كيس بلاستيك علشان نقدر نطلع الكنافه بمنتهى السهوله. اهم حاجه برضو انك تضغطي كويس جدا. شكل شجره الكريسماس ده كان عاجبني قوي بصراحه. وده الشكل التاني من قوالب المعمول. وكل ما تلاقي حاجه في الادوات اللي انت هتستخدميها فيها فراغ كده شويه فهتقدري انك تعملي تجويف في الكنافه علشان بعد كده تقدري تحشيها بمنتهى السهوله. المهم برضو
برضو انك تخلي السمك بتاع الكنافه يكون معقول، يعني ولا هو سميك قوي ولا هو يكون رفيع قوي علشان ما يتكسرش منك. وده شكل تاني استخدمت فيه طبق صغير كده، الجوانب بتاعته عاليه شويه، وانا بشكله بقى هعلي الجوانب بتاعته شويه علشان بعد ما يستوي يديني شكل الطبق كده وفي فراغ من النص واقدر احشيه برضو زي ما انا عايزه. المهم ان الاشكال اللي انت هتستخدمي فيها الكيس البلاستيك بعد ما تضغطي على الكنافه كويس جدا وشكلها ينعم معاكي كده وتكون ملساء، تقدري برضو انك في الاخر كده تضغطي عليها بالكيس اللي انت مستخدماه، لان الكيس بيدي شكل انعم ومتساوي اكتر. وبعد كده طلعت الشكل من الطبق بمنتهى السهوله من غير ما يتكسر ولا اي حاجه. وده شكل تاني برضو في نفس الطبق، بس المره دي بقى حطيت في النص كريمه، وبعد ما وزعت الكريمه بشكل كويس هحط بقى طبقه تانية من الكنافه، يعني وكانك بتعمليها في صينيه بالظبط. المهم برضو انك بعد ما تحطي الكنافه اللي على الوش دي تضغطي عليها بشكل كويس علشان لما الكنافه تدخل الفرن ما تفتحش والكريمه تطلع منها. وبقفل برضو الكيس على الكنافه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبضغط عليه بيديني شكل انعم. وبعد كده بتطلع معايا بمنتهى السهوله، وبشيلها برضو بمنتهى السهوله علشان احطها في الصاج. والشكل ده برضو هعمله في طبق، بس الطبق ده بيكون غويط شوية علشان في الاخر يدينا شكله البومبي، بيكون شكله حلو جدا على فكرة. بعد ما بحط الكنافة بعلي الجوانب بتاعتها شوية، وهنا علشان اسهل على نفسي وما اضغطش كتير فقفلت الكيس على الكنافة وجبت طبق تاني من نفس شكل الطبق اللي انا استخدمته، وهضغط بيه بقى بشكل كويس جدا سواء من تحت او الجوانب. وبعد كده هحشي الكنافة دي برضو بالكريمة، وبعد ما اوزع الكريمة هحط طبق تانية من الكنافة واضغط برضو عليها كويس جدا. واحلى حاجة بقى في الاشكال دي ان احنا استخدمنا كل الادوات من البيت، يعني مش هنحتاج بقى ان احنا نشتري ادوات معينة علشان نعمل بيها الكنافة ولا الكلام ده خالص. وصدقيني يا قمر لو انت دعبستي في مطبخك كده بضمير هتلاقي ادوات كتير جدا ممكن تكون مركونة تقدري تعملي بيها اشكال للكنافة بمنتهى السهولة. ويا سلام بقى لو انت عندك القطاعات اللي زي دي بتكون حلوة جدا وكمان بتنجز معاكي لانك بتقدري تعملي كذا شكل في نفس الوقت. اهم حاجة برضو لو استخدمتي القطاعات دي لازم تضغطي برضو على الكنافة كويس جدا علشان لما تيجي تشيليها بعد كده تتشال معاكي بمنتهى السهوله من غير ما تتكسر. وبرده ما تخليش سمكها يكون رفيع قوي. انا هنا استخدمت ايدي الهون علشان اضغط بيها كويس جدا وبس كده، وطلعت معايا بمنتهى السهوله. عملت قلوب كبيره وقلوب صغيره وكمان قلوب وسط، وكان شكلها بجد حلو جدا. وده شكل تاني للقطاعات على شكل نجمه. وعلى فكره لو انت عندك قطاعات فرداني تقدري برضو تستخدميها بنفس الطريقه دي وهتطلع معاكي بمنتهى السهوله. بس هو ممكن يكون الفيديو طويل شويه، بس ده علشان انا قدمت فيه كذا فكره وكذا شكل، كان ممكن اعمل لكل شكل من دول او لكل فكره من دول مثلا فيديو منفصل، بس بصراحه لقيت الموضوع مش مستاهل. ولقيت كمان انك من الاحسن انك تاخدي الافكار كلها مره واحده. عايزه بقى تاخدي منهم فكره واحده وتقدمي بيها، عايزه تاخدي الافكار كلها وتقدميها مره واحده، بجد بتكون شكلها ولا احلى. المهم ان انا بعد ما خلاص خلصت تشكيل برص بقى الاشكال دي على الصاج، والصاج مش بيكون مدهون اي حاجه. والصاج ده في البدايه كده هيدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 140 150 مش اكتر من كده، وهتسيبي الصاج في الفرن من 10 دقايق لربع ساعه، وبعدين هتطلعيه من الفرن وبعدين هنسقيه بالسمنه. انا استخدمت على النص كيلو كوبايه الا ربع من السمنه، ويا ريت طبعا تستخدمي سمنه يكون نوعها نضيف لان الحلويات الشرقيه هي طعمها في السمنه. عايزه بقى تسقي بالفرشه، عايزه تسقي بالمعلقه، ده براحتك طبعا، بس خلي بالكم من النقطه دي. يعني الصاج ده كده وانا بسقيه سمنه كان دخل الفرن قبلها ب10 دقايق، هتلاقي بقى الكنافه تماسكت وشدت شويه، هنطلعها بقى ونسقيها بالسمنه وهتدخل تاني على نفس درجه الحراره لغايه بقى لما الكنافه تاخد اللون الذهبي الفاتح او الغامق حسب ما انت بتحبي الكنافه، لان طبعا في ناس بتحبها متحمصه شويه زي حالاتي كده. اهم حاجه درجه حراره الفرن بلاش ابدا تكون اعلى من 140 150، ده بالكتير جدا علشان الكنافه تستوي بشكل كويس وتاخد لون حلو وتطلع بقى معاكي مقرمشه كده وقمر. المهم ان الكنافه دي بعد ما تطلع من الفرن وهي سخنه جدا هنسقيها بالشربات البارد اللي بيكون بدرجه حراره الغرفه. انا بصراحه ما بحبش اسقيها سيرب كتير، يعني لو اقول لكم كده ان انا بسقيها سيرب بالمعلقه الصغيره لان ما بحبش الحلويات تكون مسكره ابدا. في منكم ممكن يسالني طب انت ازاي رصيتي الاشكال كلها في صاج واحد وفي منهم كبير وفي منهم الصغير وكله مش هياخد نفس التسويه؟ لا عادي يا قمر والله ما تعمليش كراكيب كتير، هو الموضوع مش مستاهل. انت اول ما تلاقي الاشكال الصغيره دي اخدت لون معاكي في الفرن هتخرجيها وتسقيها بالسيرب عادي ما فيش مشكله، وتسيبي الباقي في الصاج يكمل تسويه. هو الموضوع كله نص كيلو كنافه فمش مستاهل بقى نعمل كركبه وصواني كتير. والاشكال بقى اللي كنت سايبه فيها فراغ في النص بحشيها كريمه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تقدري تحشيها بقى شوكولاته، تقدري تحشيها اي صوص انت بتفضليه، ممكن مربى. انا بقى اولادي كانوا بيتعاملوا
بتتعاملوا مع الاشكال الصغيره دي على انها نوع من انواع السناكس مثلا زي الشيبسي او زي طبق فشار. تقدري برضو تاخدي شكلين من الاشكال المتشابهه دي وتحطيهم على بعض وتحطي ما بينهم شوكولاته كده، قال يعني بنعمل بسكوت سابليه مثلا. بس بجد كانوا حلوين جدا، من اول شكلهم القمر الكيوت قوي ده لغايه ريحتهم اللي كانت قلب الدنيا وهم في الفرن، لان طبعا كنت مستخدمه سمنه بلدي. اما بقى طعمهم فمش قادره اقول لكم كان حلو قد ايه. عارفين انتوا الكنافه لما بتكون هشه جدا وخفيفه وفي نفس الوقت محمصه كده ومقرمشه، هي كانت كده بالظبط. وبس كده يا ستي، ومن نص كيلو كنافه عملنا اشكال كتير جدا، كبيره بقى او صغيره، ساده او محشيه. وما تنسيش كمان ان احنا عاملين 4 اطباق حجمهم كبير شويه، لكن لو انت هتعملي النص كيلو كله اشكال صغيره فطبعا هيعمل معاكي كميه اكتر بكتير. اعمليها بقى لاولادك او لضيوفك، طبعا رمضان بيحب العزومات وانا واثقه جدا ان هي هتعجبهم، وكانك جايباها من محل حلواني فخم مثلا. وهو كل اللي استخدمناه طبقين على معلقتين على شويه قطعات وبس كده، علشان نستقبل رمضان باشكال حلوه كده وجديده. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه تدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس، تعملوا لايك وشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.